الطريق تقدمه الإذاعة المغربية بتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. أعزائي المستمعين أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. طاقم برنامج طريق السلامة يحييكم مباشرة من رقم 4 من حيث نبث لحضراتكم هذه الحصة. بالإضافة أعزائي المستمعين للشاحنات فهناك الحافلة الكيران، فهاد الحركة ديالهم غتبدا تزاد مع الايام اذا بشكل كبير، وغادي تعرف الطرق ديالنا اكتظاظ كبير خاصة انطلاقا من الاسبوع المقبل. فاذا المناقشة هذا الموضوع ديال السير المواكبة لعيد الاضحى معنا مجموعة من الضيوف. سي سعيد العوفير اللي هو مدير المحطة الطرقية بالرباط، سي يعقوب اللي هو مدير المحطة الطرقية بني ملال، عبد الواحد الشفقي مفتش النقل مدير التجهيز والنقل بمراكش، ايضا معنا السي مصطفى حجي اللي هو رئيس جمعية السلامة الطرقية التنمية والثقافة، والسيد عبد الرزاق الذهبي الكاتب العام الوطني نقابة ارباب النقل. غادي نمشيو الان عند السي مصطفى حجي اللي هو رئيس جمعية السلامة الطرقية التنمية والثقافة. السي مصطفى حجي صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير وشكرا استاذ حبيب. واش مبروكه المستمعين الكرام، واش مبروكه لنا وجميع الامه الاسلاميه كامله، ونتمنى انه هذه الايام ديال العيد دوز بخير وعلى خير وما نسجلوا ان شاء الله حتى حادثه. فاحنا تنتمنوا انه السائقين يلتزموا معنا باش دوز هذه الايام بخير ان شاء الله. وهو السائق كما قال الاخ اللي سبقني دابا السي عبد الرزاق الذهبي، السي عبد الرزاق الذهبي ولا الاخوان، حتى شي واحد ما كيبغي ينسوا المضره من طبيعي. اصلا الا وقعت حادثه هو اول واحد يواجهها، هو اول واحد غادي يتضرر، لا من ناحيه العمل لا من ناحيه عائلته لا من ناحيه، ولكن هي الافه كتوقع. غير خصنا نكونوا شويه كنحترموا هذه المساله هذه وكناخذوها بعين الاعتبار. نمشيو لهذه المساله ديال الاعياد، وخصوصا هذه الفتره هذه ديال العيد الكبير ويكون هناك سفر كثير واستعمال ديال الحافلات. فبالنسبه لنا احنا كجمعيه ديال السلامه الطرقيه التنميه والثقافه او التنسيقيه الوطنيه لمدربي تعليم السياقه، فخرجنا هذه مده دابا ديال 15 يوم ونحن في واحد العمل مشترك، في واحد الزياره ميدانيه سواء المحطات سواء بعض اللي كتهتم بالسائق المهني وخصوصا السائقين ديال الحافلات والنقل الاستثنائي. وكاين حتى كاين سي مصطفى حتى الكاميوات دابا راه كاينين البيكوبات والكاميوات تشوفهم في الطريق الان، من الان راه بداو ما بين الطرق، وكاين اللي تيقولوا راه السوق الفلاني راه فيه كاين الثمن وكاين جريده. حتى خص الجمعيات ديال المجتمع المدني انهم تخصص لهم الوقت باش توعيهم وتحسسهم. صحيح استاذ. غير نرجع معك المدينه ديال الدار البيضاء على اساس ان المحطه ديال ولاد زيان، فبان الدوله كتامن 320,000 مسافر خلال الايام الاولى اللي كتسبق العيد، و80,000 مسافر يتم تامينهم النقل ديالهم عبر رخص استثنائيه بما يناهز 1600 رحله اضافيه. ولكن الا جينا نشوف واحد اليومين اللي قبل من العيد عندنا 40,000 مسافر يوميا في هذاك النهار، وعندنا 70,000 مسافر غير يومين قبل من العيد. يومين قبل العيد عندنا 70,000 مسافر. هذا هو الطالب، عدد كبير. هذه اشكاليه بمعنى واحد ولكن نجيو نشوفوا مثلا الحافلات اللي كتدخل مثلا لكازا او اللي كتخرج من الدار البيضاء. في المنطلقه من الدار البيضاء عندنا 535، العابره عندنا 270، عندنا نهايه الرحله في مدينه الدار البيضاء 332، السياحيه والدوليه 153، بما مجموعه 1290 حافله اللي كتدخل المدينه ديال الدار البيضاء في هذه الفتره. انا كنتكلموا على هذه الفتره ديال 6 ايام اللي قبل من العيد واليومين ديال العيد، بمعنى هناك كم هائل بالاضافه للناس اللي غيستعملوا السياره ديالهم، بالاضافه للشاحنات والبيكوبات اللي قلتي كيستعملوا هذه الطرق الوطنيه وكيدخلوا دابا المدن الكبرى، وكما قلتي بانه كيسمعوا بان هذا السوق زايد فيه الثمن وهذا السوق فيه اقبال وهذا السوق هذا، وكتستعملوا الهواتف وكيكون هناك الاسراع بهذه المساله هذه. فكنبغيو كما قلتي الرساله الوحيده اللي خصها توصل للسائق، لانه هو الاول اللي كيكون عنده المقود، هو اللي في الواجهه، هو اللي كان في الواجهه. نبغيو ان هذاك السائق يحترم قانون السير، يمشي بشويه، يعرف بانه راه الربح في الامان ديالو في السلامه ديالو عاد المادي. الى وصل الحمد لله هو ربح ماديا ورجع سالم وغانم لوليداته، هذاك هو الربح الكبير والفضل عند الله. الى ربحنا المسافرين والناس اللي باغيين يمشيو يشوفوا العائلات ديالهم في هذه الاعياد ويشاركوهم الفرحه ديال العيد ويشاركوهم هذه المساله هذه، فكيخصنا نهزوا لهم الهم. نحن كسائقون نهزوا لهم الهم،
نقول لك واحد المساله يا استاذ حكيم. نعم. على انه راه بالنسبه لنا حنا كجمعيه حنا انخرطنا في واحد المجموعه ديال الشراكات، وعندنا واحد الشراكه مع واحد الشركه للنقل، لواحد الشركه ديال صنع السيارات. هذه الشركه ديال صنع السيارات هي شركه عالميه وكدير تكوين السائقين. وراه حنا عندنا ان شاء الله غدا يوم الاحد عندنا واحد هنا في كازا، ونهار الاثنين عندنا واحد في اكادير. هذا التكوين ديال السائقين، وهذه هي الجوله الخامسه اللي كنديروها دابا في هذا الشهر. هذا التكوين ديال السائقين باللي كتبدا تهضر معاه على رد الفعل، وكتبدا تهضر معاه على المسافه ديال الامان، وكتبدا تهضر معاه على الامور هذه. كيقول لك لحسن حظي انني جيت لهذا التكوين، وجيت وعرفت هذه الامور هذه، وعرفت الاثار ديال رد الفعل، وعرفت الاثار ديال مسافه رد الفعل، مسافه ديال الامان ومسافه الوقوف، وعرفت الامور هذه كامله. وخديت نصائح حول العجلات. ليكن في علمك يا استاذ، انا قلتها في حلقه فارطه فاش تناولت معك واحد الموضوع ديال السياقه في الشتاء، وهي العجلات. الاحصائيات كلها اللي كتعطي لنا اسباب حوادث السير اللي كتكون سببها مثلا البنيه الطرقيه، وهذه هما العجلات. راه المغربي ما عندوش ثقافه ديال العجلات. حنا باقي عندنا ديك الثقافه ديال سير خذ البنو قد ما برد قد ما مزيان. هذيك راه غير هذيك مساله ولا البنو شابي لانه هو خطير. نعم. نحن نحارب حوادث السير، وعندنا وزين في المحمديه اللي كيدخل البنوات روشابي وكيعاود يطراسيهم، ونحن نحارب حوادث السير وكنرخصوا الواحد يبيع البنو روشابي. ما كنبغيوش حتى في الصنع ديال السيارات ما كنعطيوش واحد المعلومه للناس. كنقول لهم راه البنو اللي فات 5 سنين راه مات، ما خصكش تستعملو، واخا يكون باقي مطراسي مزيان، واخا يكون جديد، يكون جديد راه مات. بمعنى كتمشي كتلقى في ديك البنو كتلقى الدوت دي او تي، وكتلقى واحد اربعه الارقام. جوج الارقام الاولين كيعنيو الاسبوع، وجوج الارقام الثانيين كيعنيو السيمانه. نعطيو مثال 13 مثلا نقولوا حنا 33 12 بمعنى الاسبوع رقم 33 من سنه 2012. الى داو 5 سنين من 2012 ل 2017 بمعنى هذاك البنو واخا يكون باقي جديد ومحطوط وباقي مغلف ما خصكش تستعملو، سلام الصلاحيه ديالو. كيخصنا هذه الثقافه. نزيد على اخرى على انه هذا السائق هذا اللي كنحملوه حنا المسؤوليه، وبطبيعه الحال هو يتحمل المسؤوليه لانه هو اللي سايق، هو اللي سايق، كنحملوا مسؤوليه لانه هو اللي سايق. واش هذا السائق هذا اللي جينا كنقولوا ليه حنا قانون السير، وقانون السير راه كاينه امور اللي هي كتجدد، كاينه امور اللي هي تتطور. انا نعطيك مثال، السائق في القديم كان كيعرف بانه الا بغى يدوز الفيتاس خصو يبومبي لومبرياج دو فوا ويكسيري عاد يدوز الفيتاس للطامور ويعاود يدوزو لهذا. دابا ولا فيتاس اوتوماتيك ولا كيسهل عليه، في حين انه ذاك الفيتاس اللي كان مانيوال وكيعطيه ثمن راه كيخليه يفيق. هذا الفيتاس اللي كيدير ليه دابا الفيكساتور ديال اللي كيفيكسي ليه لا فيتاس راه كيخليه ينعس. خاصة الا كان في طريق السيار، الا كان في لوتوروت، خصوصا الا كان في طريق السيار، وخصوصا الا كان في طريق طويله وطريق اللي هي كنقولوا حنا ممله. اصلا هذا السائق واش درنا ليه تكوين؟ واش هذا السائق هذا التفتنا به؟ واش هذه الدوله ناضت دارت واحد التكوين بالمجان لهذا السائق في الميدان العمل ديالهم؟ حنا قلنا لهم رخصوا لنا ندخلوا للمحطه ديال ولاد زيان، عطيونا ربع ساعه مع 10 السائقين، نهضروا معاه اليوم ربع ساعه، وغدا نهضروا معاه ربع ساعه، وبعد غدا نهضروا معاه ربع ساعه، ونديروا اشرطه وثائقيه في التلفازه، ونديروا التلفازه اللي تكون في المحطه. هاد الناس ما باغينش يشتغلوا، هاد الناس باغي يحمل السائق المسؤوليه، في حين اننا باش نبدعوا واننا نزيدوا نطوروا القطاع، وهاد السائق اللي بغينا نحملوا المسؤوليه فنعطيوهم واحد التكوين. حنا كياخذ البيرمي كيخرج كيمشي كيبدا يسوق حسب التجربه والخبره ديالو، ولكن ما قلناش ولكن سي مصطفى حجي ما تشوفش مثلا انه اصحاب الشركات ديال النقل خصهم هما يتكلفوا بهذا التكوين، ماشي كلشي نحملوا الدوله. لا كاين الان راه اللجنه الوطنيه للقمه حوادث السير دات شراكات مع مجموعه من جمعيات المجتمع المدني، انه مثلا علاش ما نذكروش السميات ديال شركات ديال النقل الحافلات بين المدن، قليل فين تتوقع عنده حادثه لانه تيكون وتيختار السائق ديالو. اذا خصنا نكونوا موضوعيين ومنطقيين في طرح الاشياء. جيتيني في واحد النقطه اللي هي مهمه. انا كنقول لك راه حتى الشركات خصها تساهم، ولكن راه كاين نقص في هذا الاطور، كاين نقص في الاطور اللي كدير هذا التكوين. نعم كاين نقص خص تكوين المكونين.
تكوين المكونين اصلا هو ما كاينش. هذا هو وهذه نرجعوا مره اخرى لهذه الحركه السير خلال الايام ديال العيد الكبير كما ذكرتي في مدينه الدار البيضاء كاين 1090 حافله اللي تدخل وتخرج، 1290 حافله اللي تدخل وتخرج. بالنسبه لك شنو هما الاخطاء اللي ترتكب من طرف السائقين؟ يعني نركزوا على السائقين باش لان في هذه الايام باش تدوز هذه الايام بخير. صحيح. بالنسبه للسائقين انا قلت لك هناك ضعف في التكوين على انه لاعب في هذه الايام هذه واش كاين التهور، واش كاين التعب، ولانه كاين بعض الاحيان انه تنعرفوا بعد تنعرف حافله تمشي بني من للدار البيضاء كاين السائق اللي تيدير 2-3 المرات في النهار في هذه الايام ديال العيد. هناك الضغط، فهذا الضغط هذا كيولد على انه كيسمح في الراحه ديالو، كيسمح في المسائل، وكيولي كيستعمل الطريق مثلا واحد 3 ايام ولا 4 ايام متابعه، وكيقول من بعد من نهار انا غادي نرتاح، في حين ان الطاقه واش هو هذاك كسائق واش هذيك الطاقه ديالو ممكن تستوعب هذا الكم الهائل من السفر واستعمال الطريق. عندنا مثلا هذاك السائق الى لقى مثلا مراقبه في الطريق، فكيبدا واحد كيشعر. انا نقول لك واحد المساله، انا ملي كنستعمل الطريق وكيبانوا لي الناجيين فكنبدا نضرب فيه في الفرع على انه راه كاين باراج، اي نضربوا باراج ندير ليه الضوء باش الناس ينقصوا ويحترموا القانون السير. نعم ما كاين لا باراج لا والو، ولكن كندير ليه الضوء باش ينقص، لانه غيدير بالو بانه غينقص وهذا. فهناك اخطاء اللي كيرتكبوها السائقين، ونزيدوا على انه مع التشديد بالمراقبه والوجود ديال رجال الدرك والشرطه في الشوارع وفي الطرقات، مع وجود الجمعيات، مع وجود المنشورات وتوزيع هذه المنشورات والتوعيه ديال السائق الله يحسن العوان. الربح مضمون، الربح مشروع، ولكن كيخصك تفكر بان هذاك الراكب راه هو باغي يوصل للسلامه ديالو. ما خصناش نكونوا نحن كسائق كمستعملي الطريق او كركاب نكونوا سلبيين. كنشوف انا عدد زائد من الركاب وباغي نوصل، باغي نركب، كنمشي كنقلب على ثمن ناقص باش غير نركب، ولا ما نقلبش انا على ثمن ناقص، نقلب على ثمن مرتفع وجوده ويوصلني. فإلا كنت كنقلب على ثمن ناقص فانا كنشجع واحد الحافله اللي هي مهترئه، حافله اللي ما عندهاش شروط ديال السلامه، كنشجعها باش تستعمل فيها الطريق. نعم هي السي مصطفى حجي مثل هاد الحافلات ما خصهاش تكون، لانه السلامه ديال الراكبين هي الاولى. بعض الاحيان واخا يبغي هاد الراكب انه يمشي الحافله اللي هي قديمه وما فيهاش البنوات انه خص هذه الحافله اصلا ما تكونش. اذا السي مصطفى حجي رئيس جمعيه السلامه الطرقيه التنميه والثقافه، شكرا لكم. غادي نشوف اخر تدخل عند السي يعقوب ابي طبول اللي هو مدير محطه الطرق مدينه بني منال. سي يعقوب اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك على امواج الاذاعه الوطنيه. اذا بالنسبه للاحصائيات بالنسبه للمحطه ديال